يا ولداي، أنتما بأمان بعيد، أنتما بأمان، قصاني ما حل بكما عندما قتلوا أبا عبد الله الحسين وحقوا خيانة وسلبوا نساء. تألم السجان الطيب القلب لحال الطفلين، وتعجب من قصتهما وما جرى عليهما من جور وقسوة رغم صغر سنهما، وقرر أن يطلب سراحهما حتى وإن كلف الأمر حياته، حبا وكرامة لمحمد صلى الله عليه وآله. وعندما جن الليل دخل السجان الموالي على الطفلين وأوقظهما قائلا: ولداي استيقظا استيقظا، أنا سوف أطلق سبيلكما من السجن على عاتقي، بلى ولو كلفني ذلك حياتي، لكنني أوصيكما بوصايا عليكما أن تحفظاها على ظهر قلبيكما. إذا خرجتما لا تمشيا في الجادة وتجنبا المدن والأسواق، فإن عيون الجواسيس في كل مكان. وأفضل لكما أن تمشيا في البساتين لأنها بعيدة عن عيون الناس، وإذا غابت الشمس ونامت العيون فالظلام ستر لكما أن تمشيا فيه، لكن إذا طلعت الشمس فاختبئا وأكمنا، فإني أخاف عليكما من الطلب ومن جواسيس ابن زياد. توكلا على الله، توكلا على الله يا ولد. ولدا مسلم. بأمان الله يا ولداي، فليحفظكم الله، بأمان الله. فرينا 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 يا ابويا بقلب مرغوب، فرينا يا ابويا او بقلب مرغوب، او ما ندري يا مسلم نمشي يا صاحب، او ما ندري يا مسلم نمشي يا صاحب، غربة ولا نعرف بهالدروب يا ابويا. يا ريت تصدنا بهالدروب، كنا نرفع ايدك يا مريوم يا مريوم. روح